السلام عليكم خوتي، كنتمنى انكم تكونوا في احسن ما يرام. شوفوا هذه الخدمه هذا اللي كيدير هذا السيد هذا. انا غادي نعطيكم معلومات اللي هي معلومه مفيده. انا ما كنقدمش واحد المحتوى اللي هو محتوى يعني مثلا باش نشجع المعلمين او المبتدئين يخدموا واحد الخدمه اللي هي خايبه. هذه الخدمه اللي كيدير هذا السيد كتعتبر من اقدم الخدايم، وثانيا كتعتبر خدمه غير يعني مقنعه. علاش؟ انت كدير الفورمه دابا، خصوصا كدير الفورمه وكدير عليه الحريره نتاع السمه وكتحط عليه الزليج. باش نكونوا واضحين، هذا راه دوش، وانتم عارفين بان اغلبيه نتاع المعلم كيديروا المشاكل كبار 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 في الدوشات. علاش؟ لان الدوش كيحتاج لابونت. لان شحال من واحد، انا شحال من دوش انا مشيت عاودت له، تلقى عنده القرقاره مثلا في شي بلاصه اخرى والماء جاي عند الباب. شنو السبب؟ لان هاد الناس هادو هاد الناس اللي كيديروا هاد الخدايم هادو هما اللي خرجوا على الصناعيه. علاش؟ لان الخدمه كتحتاج الفورمه. دير الفورمه ديالك مزيان، دير لها الميزان مزيان، خليها تنشف، وغدا اجي ركب عليه الزليج. داكشي اللي غتركب عليها كيكون مزيان. اما هذه الطريقه هذه تقدر واحد الزليجه ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه يكونوا هابطين. فاش غادي تهبط ديك الزليجه كيبقى تما الماء لاصق، ما كيمشيش القرقاره. هذا واحد المشكل. انا كنصح اي ناس، اي واحد عنده دار وعيط على شي معلم قال لي يا ودي اجي تخدم لي دار، دير لي الزليج مثلا دوتشات وكوزينه والصالون وكذا. الا لقيتي المعلم كيدير الفورمه، كيجر الفورمه وكيلصق عليها الزليج ديريكت، هذاك راه غير بغا باش يدوز، باغي يدوز. لان الفورمه مع المده هي كتهبط. الفورمه ما كتبقاش يعني في النيفو ديالها نيشان، لازم كتهبط شويه. مع هو دابا كنلصق الفورمه وكيدير عليها الزليج ديريكت، هذيك ماشي خدمه. باش نكونوا واضحين، على الاقل بعدا ديك الحريره راه كتشربها الفورمه، كتبقى الزليجه بلا سيمه بلا والو، كتبقى ناشفه. الخدمه هذيك ماشي زعما نقول لكم راه ما درتهاش. انا في البدايه نتاعي درتها. انا خدمت 14 سنه في هذا المجال هذا، درت انا هذه الخدمه هذه، لكن لقيتها فالصو، لقيتها ما صالحاش. لانه هذه الطريقه هذه ما بقاتش صالحه. ولا لقيتو المعلم كيدير هذا النوع ديال الخدمه قول له حبس. لا من الاخر قول له حبس، ما تكملش لي خدمه وما تزيدش خطوه. اما شي تعليقات جاوني كيقولوا بانه انا مثلا فاش قلت في الفيديو بانه الزليج راه ما خصوش يتنشف الماء. شوف اخوتي، راه الزليج فيه انواع. فيه الزليج من 60 على 60 من الفوق، هذا كيكون الطراب ديالو بيض، هذاك كيخدم بالكولا. سيكا ولا انواع اخرى كتكون خدامه بالكولا، هذاك ما خصوش الماء بتاتا، ما كيحملش الماء. ثاني هذاك اللي كيكون بحال الطرب بحال الحمر مثلا الكولور ديالو، هذوك خصو يمشي في الماء. باش نكونوا واضحين، ديك الهضره اللي كتقولوا ولا شي حاجه، هذيك خصو الماء، خصو يتنشف في الماء حتى يشبع. تطلق هذاك الزليج ما بقاش كيشرب، حيدو وحط الحبات الاخرين. اما الناس اللي كيقولوا راه الخدمه اللي كتعرف انت راه قديمه، شوف اخويا، راه ماشي الخدمه القديمه ولا جديده. الخدمه جديده دابا باش خدامين الناس، باش خدام حتى انا خدام بالكولا. الكولا 5 تمشي عند مول الدار بوبري يقول لك يا ودي بغيت ندير الزليج، تقول لي واش خدم بالكولا ولا بسي؟ يقول لك انا الكولا غاليه عليا. والصراحه غاليه عليه. 25 كيلو غادي تشريه بالثمن، هو يمشي يشري السمه احسن. 50 كيلو راه غضرب لك شحال من حاجه. يعني الكولا ما كتطبقش على كل شيء. باش نكونوا واضحين، كتطبق على النسبه نتاع الناس اللي عندهم الفلوس وبغى يقضي الغرضيه. علاش المعلمين كيفضلوا الخدمه نتاع الكولا؟ علاش؟ لانه ما كتوسخش الخدمه، وكتكون خدمه نقيه، والزليج كيبقى نقي بزاف. لكن الا جينا خلطنا كولا مع السيمه كتكون خدمه 100%. علاش؟ لانه كتشد بزاف. ولكن ما غاديش نخلطوها الزليج اللي هو 60 على 60 ولا من فوق، من 60 لفوق، لا، كيطبق على الزليج اللي هو 45 41 40 35، هذاك اللي عنده القالب ديالو احمر، ديال التراب احمر، هذاك خصو الماء، سواء كان الحيط ولا الارض. واحد السيد
من بعد غادي نعاود لكم القصه ديالو، وغادي تعرفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. كما كتشوفوا هذه الخدمه هذه الا لقيتوا عند شي واحد كيدير هذه الخدمه هذه، وقفوا. وانا كنتحمل المسؤوليه، كنقول لكم وقفوا، لانه الخدمه هذه فالصو، باش نكونوا واضحين. الدوش بلا لي جوان، وزيد عليها كيدير السمه جاريه، وكيحط عليها الزليج ومع الفورمه. يعني ما فهمتش انا هاد الخدايم كيفاش كيديروا، كيصوروا للناس زعما كيقول لك ها هي الخدمه اللي هي حقيقيه، وماشي هي هذيك خدمه حقيقيه. ماشي هي. غادي نعطيكم الخدمه وتشوفوا، ماشي هي هذيك الخدمه خوتي. ونتمنى ان شاء الله انه فيديو يكون وصل لكم. انا درت هذه القناه هذه غير باش نعطي المعلومات للناس، ونتمنى ان شاء الله الخير الجاي ان شاء الله.